حتى بمناسبه النادي الاهلي اللي انا عايز اقوله ان مستر مانويل جوزيه الصفقات الجديده اللي جات له هو مش مقتنع بيها، او مش مقتنع بيها، هو فوجئ بمستوى اللاعبين بعد ما جم. يمكن سيد حمدي ووليد سليمان، يمكن الاثنين دول يعني هو شايفهم مش زي ما كان هو متوقع. حس ان الموضوع مش يعني هو كان في الموسم الماضي قبل البطوله افريقيا قال انا عايز لاعبين معينين عشان اخد البطوله الافريقيه. لما جم اللعيبه اعتقد اللعيبه كلها على المستوى المحلي كلهم معروفين والناس كلها قالت اشاد بهذه الصفقات، ولكن لما شافهم في التمرين يمكن محمد نجيب هو اللي حاز على استحسان مانويل جوزيه. ولكن حتى الان سيد حمدي ووليد سليمان كمان مش يعني يمكن بيقول وليد سليمان في التمرين مش زي ما هو كان فاكر، ما بيتحركش كتير، الله اعلم، كلها كلام. ممكن ماتش كوره يقلب هذه الموضوع، ممكن سيد حمدي ينزل الماتش الجاي يجيب جولين خلاص، كل الكلام ده يبقى كلام فاضي في الهواء، ان هي دي الكوره. ممكن يبقى مدرب مش مقتنع بحد تماما وينزل ماتش يقلب له الدنيا، تبقى الدنيا رجع تاني زي الاول. لكن اللي بقول لكم لغايه دلوقتي ان وليد سليمان والسيد حمدي الاثنين مانويل جوزيه مش مقتنع، ولكن مش مبسوط، حاسس ان هم دول مش هيعملوا فرق، مش هو زي ما ابو تريكه جه الاهلي مش فيش الفرق الكبير اللي حصل، مش زي ما بركات ما جه الاهلي مش هيعملوا فرق كبير، لعيبه كويسه ولكن مش هم اللي هيعملوا الطفره في مستوى النادي الاهلي.